بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمدك يا رب وأستعين بك وأستهديك. لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استمع إلى مولانا تبارك وتعالى وهو يقول في الحديث القدسي الجليل: ابن آدم أذكرك وتنساني، واسترك ولا تخشاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أؤخرك لأجل أجلته ووقت وقته، ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي. أذكرك أعمالك وأعد عليك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك لا محالة من أهل النار، أوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك لا تخف ولا تحزن، فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. استمع إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، الله يكرمك، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يأتي على أمتي أيام يحبون خمسا وينسون خمسا. اسمع يا اللي شغلتك الدنيا. يأتي على أمتي أيام يحبون خمسا وينسون خمسا. يحبون المخلوق وينسون الخالق، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون القصور وينسون القبور، يحبون الذنوب وينسون التوبة. كم من رؤوس ركعت وسجدت لغير الله، وكم من ألسنة شكرت العبد ونسي الذكر خالقها جل في علاه. ولذلك عندما يموت ابن آدم يصاب بمصيبتين لم يصب بهما أحد غيره. أما المصيبة الأولى فإنه يترك ماله كله، وأما المصيبة الثانية فإنه يسأل عن ماله كله. ولذلك عندما حضرت الوفاة الإمام محمد بن كعب القرطبي رضي الله عنه ونام على فراش الموت، ذهب إليه بعض زواره ليزوروه، فقالوا له: كم تركت من المال وأنت ذو غنى عريض؟ ماذا ادخرت لأولادك وأنت كثير المال؟ اسمع ماذا قال الإمام محمد. قال: ادخرت مالي عند ربي لنفسي، وادخرت ربي لأولادي. لم يذهب إلى إحدى شركات التأمين
ولم يذهب الى احد البنوك، ولم يذهب الى مكتب البريد ليضع فيه الاموال، وإنما ذهب إلى مكتب التأمين رقم 9 في سورة النساء ودفع الأقساط لله. والأقساط في سورة النساء قسطان اثنان لا ثالث لهما. أتدرون أيها الإخوة الأعزاء ما هو مكتب التأمين في سورة النساء؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. ماذا تفعل إذا خفت على ابنك؟ تضع له الأموال في البنوك؟ إذا خفت على ابنك ترفع له في البنيان؟ إذا خفت على ابنك تأخذ الأموال من هنا وهناك بالباطل وبالحق؟ لا، الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والتقوى هي السلاح الأقوى. والتقوى 4 أقساط، هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وأنا أقول لحضراتكم من أراد أن يحافظ على أولاده بعد وفاته فعليه بتقوى الله، فإن التقوى تنفع الذرية، وصلاح الآباء يدخروه الله للأبناء، وصلاح الأجداد يدخروه الله للأحفاد. وكيف كان ذلك؟ تعالوا لنقضي هذه اللحظات مع سيدنا موسى والعبد الصالح الخضر رضي الله عنه. حتى إذا أتيا آل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سيدنا موسى بيقول للعبد الصالح الخضر ايه؟ أتقيم الجدار في بلد أبت أن تضيفنا ونحن جائعان؟ أتقيم الجدار وقد جزينا بالبخل ثمنا؟ قال له ايه؟ رد عليه قال له ايه؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز له. طب اشمعنى اليتيمين دول بالذات؟ طب ما الدنيا مليئة باليتامى يا عبد الله الصالح، اشمعنى دول بالذات؟ قال له ايه؟ وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وعندما ودع كليم الله موسى العبد الصالح الخضر رضي الله عنه قال له يا كليم الله لا تلمني لئلا تلام. قال له وكيف؟ قال له لمتني على أنني خرقت السفينة خوفا أن يغرق أهلها، أنسيت الذي حفظك من الغرق يوم أن ألقتك أمك في الماء؟ ولمتني على أنني قتلت نفسا بغير نفس، أنسيت يوم أن قتلت رجلا من آل فرعون وقلت رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك. قضية الموت من قضايا العقيدة يا اخوانا، الأجال لا يملكها إلا الله. خلي بالك معايا. ليه؟ لقد كان نبي الله سليمان بن داود جالسا ذات يوم مع أحد وزرائه فدخل عليهما رجل في هيئة جليلة ووسيمة، فلما انصرف ذلك الضيف
قال الوزير لسيدنا سليمان: من الذي كان يجلس معنا منذ لحظات يا نبي الله؟ فقال له سيدنا سليمان: ولما تسأل هذا السؤال أيها الوزير؟ قال: لأنني رأيت هذا الرجل ينظر إلي نظرات عجيبة وغريبة. فقال له سيدنا سليمان: إنه ملك الموت. فلما سمع الوزير بذلك ارتعدت أوصاله وتفككت أعضاؤه، وقال لسيدنا سليمان: أمر الريح أن تحملني إلى بلاد الهند. ما كان لي أن أتواجد في مكان جلس فيه ملك الموت. فقال له سيدنا سليمان: وهل هذا السفر يغنيك عن قضاء الله؟ وتحت إلحاح الوزير لسيدنا سليمان أمر سيدنا سليمان الريح فحملت الوزير إلى بلاد الهند. ثم بعد ذلك جاء ملك الموت لنبي الله سليمان وقال له: أين الرجل الذي كان يجلس معك منذ لحظات؟ فقال: لقد حملته الريح إلى بلاد الهند خوفا منك. فقال ملك الموت: سبحان الله، إن الله لا يغير الزمان ولا يغير المكان. إنني لما رأيته عندك عجبت لذلك، لأن الله أمرني أن أقبض روحه في بلاد الهند. فلما توجهت إلى بلاد الهند وجدته في انتظاري هناك، فقبضت روحه بإذن من لا يغفل ولا ينام. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الإمام مالك إمام دار الهجرة رأى ملك الموت ذات ليلة في المنام، فسأله سؤال، بيقول له: كم بقي من عمري يا ملك الموت؟ فأشار إليه ملك الموت بأصابعه الخمس. ثم بعد ذلك سأله سؤالا آخر عن هذه الخمسة، دي 5 دقائق ولا 5 ساعات ولا 5 أشهر ولا 5 سنوات؟ ولكن ملك الموت لم يجيبه على هذا السؤال. فقام الإمام مالك من نومه قلقا فزعا: ما تكون هذه ال5؟ ثم ذهب إلى الإمام العالم ابن سيرين عالم الرؤيا والتأويل وقص عليه الرؤيا، فأجابه ابن سيرين إجابة عجيبة وقوية وقال له: يا مالك، ما هي بسنين ولا شهور ولا أيام، إنما يريد أن يقول لك ملك الموت أن سؤالك في 5 أمور لا يعلمهن إلا علام الغيوب جل في علاه. هم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. استعدوا جميعا لهذه الساعة، استعدوا جميعا لدخول هذه المحكمة، إنها محكمة العدل الإلهية الكبرى. وأي محكمة لابد لها من مقدمات، أي محكمة لابد لها من مقدمات. إيه هي؟ عندما يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، فإذا ما اجتمعوا أمواتا نادى الجبار على ملك الموت وقال له: يا ملك الموت، من بقي من الخلائق وهو أعلم؟ فيقول ملك الموت: يا رب، بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الخاشع الذليل بين يديك. فيقول له الله تعالى: اقبض روح جبريل وميكائيل وإسرافيل يا ملك الموت على التوالي، يعني كل واحد لوحده، اقبض روحهم. فيقبض روحهما ملك الموت. ثم بعد ذلك
يقول الجبار وهو أعلم من بقي من الخلائق يا ملك الموت، فيقول ملك الموت يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا عبدك الخاشع الذليل بين يديك. فيقول له الله تعالى يا ملك الموت أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت لقبض الأرواح. يا ملك الموت اقبض روح نفسك. وعندما يشعر ملك الموت بخروج الروح يبكي ويقول وعزتك وجلالك لو كنت أعلم أن سكرات الموت شديدة هكذا لطلبت منك أن تعافيني من قبض أرواح العباد. ويموت ملك الموت وإذا بالدنيا خاوية على عروشها. يا دنيا أين أنهارك؟ ينادي الجبار يا دنيا أين أنهارك؟ يا دنيا أين زوارك؟ يا دنيا أين عمارك؟ يا دنيا أين الملوك وأبناء الملوك؟ يا دنيا أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ يا دنيا أين الذين تقلبوا في نعمي وعبدوا غيري؟ هل من مجيب؟ الخلق جميعا الخلق جميعا تحت أطباق التراب فلا مجيب. فيجيب على نفسه لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أيها الإخوة الأعزاء، هذه هي مقدمة محكمة العدل الإلهية الكبرى. وبعد ذلك كل في شأنه. كل واحد هيخرج للحساب. اللي عمل خير هيلاقي خير، واللي عمل شر والعياذ بالله هو اعلم باللي عمله. خلاص. عشان كده ساعتها مولانا بيقول لي ايه؟ لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: شبابك فيما أبليت، عمرك فيما أفنيت، مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقت، علمك ماذا عملت به. هتسأل عن الأربعة أشياء. ومن جانب الأسئلة من الذي جاءنا بالأسئلة؟ هو سيدنا محمد. خلي بالك. المولى بيسأل بيقول لك ايه؟ شبابك فيما أبليت، عمرك فيما أفنيت، مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقت، علمك ماذا عملت به. في اليوم ده مفيش حجة لأي مسؤول. ليه؟ لأن دي اسمها محكمة ايه؟ العدل، مش محكمة الأرض. محكمة الأرض قضية من حملة لصنص الحقوق. محكمة الأرض قد تأتي إليها بشاهد زور وما أكثرهم بيقفوا قدام باب المحكمة النهاردة عشان 100 جنيه وعشان علبة سجاير. لا، مفيش هنا الكلام ده. المحكمة العدل الإلهية الكبرى مفيش شهود زور. مفيش واحد واقف قدام باب المحكمة عشان 1000 جنيه ولا 100 جنيه. ليه؟ لأن القاضي مين؟ هو الله. وزي ما قلت لحضراتكم الذي جاءنا بالأسئلة مين؟ هم اللي وقفوا قدام باب المحكمة بتوع ضرب البلد بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل بلد فيها ساعات البيه الحلو والوحش. مش ضرب البلد بس هي اللي بتقف قدام باب المحكمة. هو ضرب البلد بتقف قدام باب المحكمة بيبقى عارف كل اللي جاي من المنشية ومن تل القاض ومن هنا ومن هنا، عشان ده كل واحد كل بلد بتطلع شهداء الزور.
مش ديار بالبلد ما بتشهدش زور، يعني كل بلد بتطلع شهداء الزور، هم اللي بيروحوا يقفوا قدام باب المحكمة. صلوا على رسول الله. فهنا دي اسمها محكمة العدل يا اخواني، مش في بقى هنا يعني كاني ولا ماني. ما فيش شهاد زور في اليوم ده. اللي عاوز يشهد زور في الدنيا يروح يشهد. شهد الزور في الدرك الاسفل من النار. اي واحد هيروح يشهد زور هيحاسب حساب شديد ايا كان هو. اذا كان الكلمة اللي احنا بنقولها ده امانة، الكلمة امانة، الصدق امانة، الوفاء امانة، الاخلاص امانة، التعامل مع الناس امانة. الكذب شهادة زور، اللي يكذب ما هي شهادة زور برضه. هو الشهادة الزور لازم تقف قدام باب المحكمة وبس. لما تكذب على الناس وتفتري على الناس وتتذمر بالناس شهادة زور برضه. احنا عاوزين نفوق، عاوزين نفوق كفاية. بنقول دي محكمة العدل مش محكمة الارض. قضاء من حملة لصنص الحقوق او المحامي بتاعها من لصنص الحقوق. المحامي قد يصيب وقد يخطئ، والقاضي قد يصيب وقد يخطئ، اما القاضي الجبار جل في علاه فلا يخطئ. بعد كده من الذي جاء بالأسئلة؟ سيدنا محمد. وفي اليوم ده قلت يا رب لما لم ترسل لي اعلانا بحضور هذه الجلسة؟ دي محكمة العدل. سيقول لك الله ان الاعلان قد اتاك 17 مرة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وانت تقرأ قوله تعالى مالك يوم الدين، فانا الملك وهذا ويوم الدين. وان قلت يا رب على يد من جاءني هذا الانذار، الانذار ما جاش على يد محضر وانت قلت له العنوان اتغير. الانذار ما جاش لك على يد محضر وانت رحت قال اذا اردت ان تنجز فعليك بالونج زي ما بيحصل دلوقتي. الانذار ما جاش لك على يد مش عارف مين، لا ما فيش هنا الكلام ده النهارده. ما فيش يا سعادة المستشار ولا الكلام ده فيه، ما فيش. ماشي. فإذا قلت يا رب على يد من جاءني هذا الانذار، سيقول لك الله ان الانذار قد جاءك على يد مين؟ سيدنا محمد. ان قلت يا رب سأحضر محاميا يترافع عني، فيش محامي. محامي مين بقى؟ محامي مين؟ مفيش محامي يترافع. ليه؟ هيقول لك اقرأ كتاب. العملية مش عملية محامي يترافع ومش يترافع، العملية اكبر من كده. اذا كنا بنمثلها بالقصة الحياة الدنيا، فبصد عند ربنا بقى ما فيش هنا محام هيترفع عنك. ليه؟ هيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. انتهى الامر. كتابك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، موجود كل حاجة. طب وايه تاني؟ طب يا رب ما تسيبني حتى احضر الشهود، اخرنا حتى احضر ما فيش بقى شهاد زور. اهو ما فيش شهاد زور، ما فيش واحد نصابين واقفين قدام باب المحاكم، ما فيش الكلام ده. ما فيش واحد واقف عشان علبة سجاير و100 جنيه، ما فيش الكلام ده. طب يا رب ساحضر، لا يقول لك لا. امال ايه؟
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإن قلت يا رب اقبل مني كفالة مالية أو كفالة شخصية، مفيش رشوة، مفيش رشوات. الراشي والمرتشي في النار وبس. هو الراش اللي بيدخل واسطة. واحد يقول لك ايه، طب عاوزين ندخل نشوف نقعد نحل بيننا وبين الناس ده. سادة المحامي او غير المحامي اللي هيدخل في النص عشان يجلب قرشين، لا ما تجلبش، ما فيش تجليب. التجليب هنا هيبقى تجليب اسود عليك. ليه؟ لان انت دخلت في منصة الرائش، والراشي معروف هو اللي بيدي المال، والمرتشي هو اللي بياخد المال، والرائش هو الوسيط، والثلاثة في النار. ده كلام مش كلام، ده كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. مفيش هنا شهاد زور، مفيش هنا ان قلت يا رب اخرنا حتى، مفيش لا كفالة مالية ولا كفالة شخصية. طب يا رب ممكن استأنف الحكم، فيقول لك الله اسمع ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. الى اين يا رب بعد صدور الحكم؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ليس الحكم هناك سجنا ولا اعتقالا، انما الحكم هناك اما جنة واما نار كما يريد الواحد القهار. وبعد ذلك ينقسم الناس الى قسمين. القسم الاول وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. زمرا يعني ايه؟ يعني جماعات. والقسم الثاني وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا وشتان ثم شتان، هيهات هيهات بين الذين سيقوا الى جهنم فلهم من جهنم مآدا، وبين الذين سيقوا الى الجنة فلهم فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ابن ادم اعلم بانك في هذه الحياة الدنيا اذا وقفت بين يد قاض او مستشار او وزيرا او محافظ ربما ارتعدت اوصالك وتفككت اعضاؤك، فما بالك اذا وقفت بين يدي قاضي القضاة واحكم الحاكمين جل في علاه. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا متوحشا قلق الاحشاء حيرانا. والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مال فهل تجد فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته واقررت اقرارا من عرف الاشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. ايها الاخوة اكتفي بهذا القدر وادعو الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان غير ذلك فتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم جاف الارض عن جنبيه. اللهم افسح له في قبره مد بصره. اللهم تجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الليلة خير الليالي له عندك يا رب العالمين. اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ايها الاخوة الاعزاء، بالاصالة عن نفسي اخوكم طاهر البقر الانصاري ونيابة عن زملائي من الازهر والاوقاف اقدم خالص عزائي الى اسرة الراحل الكريم والى اخي الحاج حمدي عبد السلام فتوح والى عائلة ابو جبل والى كل اهل هذه المنشية جميعا. لهم مني خالص العزاء وشكر الله لكم السعي جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.